مشاهدينا الكرام، يوجد في جمهورية تاجكستان مجموعة من نباتات متنوعة، وكثير منها تستعمل كأدوية طبيعية وتساعد في شفاء مئات المرضى. إحدى من هذه النباتات الطبية التي تنبت في تاجكستان هي نبتة نسترن أو الورد البري، التي تؤرز نموذج منها في قسم الطبيعة بمتحف الوطني. نبتة نسترن هي شجيرة مؤمرة شوكية، وقد تبلغ ارتفاعها إلى 3 أمتار. تنبت هذه النبتة في كثير من المناطق جمهورية تاجكستان مثل الغابات والسهول وزفاف الأنهار والبحيرات على ارتفاع 1000 و2200 متر من سطح البحر. يستخدم اليوم ثمر نسترن كغذاء ودواء، ويجمع ثمر نسترن عادة في أواخر الفصل الخريف عندما ينضج تماما ويصير لونه أحمرا. يوصي الأطباء في الطب الحديث باستعمال ثمر نسترن كمصدر غني بالفيتامينات، خاصة للعلاج فقر الدم أو الأنيميا. أعزائي المشاهدين، ولمزيد من المعرفة عن هذا النبات الطبي فتفضلوا بزيارة المتحف الوطني.